السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. عمر حد سأل نفسه ليه الطيارات ما بتطيرش فوق الكعبة او ليه ما فيش طيران فوق الكعبة؟ تعالوا مع بعض نشوف. بيقولك لان فوقيها ابواب السماء السبعة، وفي مقولة تانية بتقول لان تحتها مركز الارض، وفي مقولة تالتة بتقول لا ده تحتيها مركز الجاذبية بتاع العالم كله. طب يا ترى ايه الصح في الكلام ده كله؟ يؤسفني ان اقول لكم ان كل الكلام ده غير صحيح، وكل الحكاية ان السلطات السعودية احتراما لقدسية المكان وعلشان صوت الطيارات ما يزعجش المصلين والحجاج والمعتمرين منعت الطيران فوق الكعبة. وعلشان أأكد لكم كل كلامي ده، فاكرين لما جهيمان العتيبي احتل الحرم المكي؟ ساعتها الطيارات طارت فوق الكعبة عادي جدا، وده علشان تنزل تجيبه هو واللي معاه. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهاردة ويكون عجبكم. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع أم تسنيم. استنوني في فيديوهات تانية كتيرة. اللي ما حطش اللايك يحطه، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك علشان يوصل لكم مني كل جديد. مع السلامة.